اول سؤال كان ايه هو المينوبوز وايه هو السن بتاعه. بصوا يا سيداتي الفضليات، المينوبوز ده يوم مش مرحله. المرحله باري مينوبوز او ما قبل وما بعد المينوبوز. يعني ايه الكلام ده؟ المينوبوز ده اليوم اللي بيكون عدى 12 شهر على اخر بيريود ليكي، حاجه كده زي يوم عيد ميلادك بيجي مره واحده في السنه، ده بيجي يوم واحد في العمر. اول ما نعدي 12 شهر متكاملين من غير بيريود احنا كده ويهات اليوم بتاع المينوبوز. انما المرحله بتاعه الباري مينوبوز قبليه، مش البري مينوبوز، مش اللي قبليه، باري قبليه وبعديه، دي مرحله قد تاخذ 10 سنين على الاقل. ليه؟ لانه الاختلافات والاضطرابات والبهدله بتبتدي 10 سنين قبليه. طب ايه هو السن بتاعه؟ الافريج اللي بنتكلم فيه في الكتب 51، بس السن ده اتغير كتير جدا جدا. طبعا في ستات بيحصل لها الموضوع ده عند سن 56، لكن انا بقيت اشوف القصه دي بقت تحصل بدري قوي قوي قوي، بين قوسين بالذات بعد الكورونا. فلما تجيلي بنوته او سيده 32 و35 سنه والاقي شويه اعراض كده واعمل شويه تحاليل، احتمال كبير جدا تكون باري مينوبوز، يعني ما قبل المينوبوز. ليه؟ لان بقيت اشوفه اقل من 51 بكتير. طيب البوست مينوبوز بقى ده بقيت حياتك. المفاجاه ان هو ان شاء الله ان شاء الله ربنا يديك الصحه والعمر ويطول في عمرك، لان متوسط الاعمار زاد، ممكن يكون تلت عمرك. ليه؟ لان احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بنهات السبعينات والثمانينات، فاحنا لو المينوبوز هيجي في الاربعينات او الخمسينات فاحنا تلت عمرنا رايح في الحته دي. فلو ما ظبطناهاش احنا بنخسر تلت اعمارنا.